نبيلة عبيد بتقول لا اتجوزت ولا خلفت وكمان عايزين ياخدوا مني شقتي. تعال اقول لك ايه اللي حصل. نبيلة عبيد عندها شقة ايجار قديم في منطقة جامعة الدول. طبعا بعد تعديلات القوانين اللي طلعت جديد الخاصة بالايجار القديم اللي هو طبعا بيبقى ايجاره ايجار يعني بسيط جدا وفلوس قليلة قوي. نبيلة عبيد بتشتكي وبتقول ان صاحب العقار عايز ياخد منها الشقة او ان هي تدفع حق الشقة يعني تبقى شقة تمليك بالنسبة لها. وطبعا عايز حق الشقة بالسعر الجديد، فبالتالي شقة في جامعة الدول هتبقى غالية جدا. ونبيل عبيد بتقول انا دلوقتي قاعدة بدون شغل ومعيش ان انا ادفع حق الشقة ديت عشان تبقى تمليك. كمان الشقة ديت فيها ريحة والدتها، وان هي لو خدوا منها الشقة ديت هتموت، وطالعة بتستنجد بالناس وبتقول مش عارفة اعمل ايه. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات تفتكروا هل المالك عنده حق ولا نبيلة عبيد هي اللي عندها حق، وايه رأيكم في القانون الجديد اللي طلع الخاص بالإيجارات القديمة؟